حبايبنا الغاليين متابعين قناة يزن وليان، يا رب تكونوا بألف خير. النهارده ان شاء الله وصفتنا هنعمل فيها السمك السنجاري بطريقة وطعم تحفة جدا. تابعوني عشان نعرف هنحضره مع بعض ازاي، وبجد هتطلع معاكم اجمل بكتير ما بتشتروه من بره. كل اللي هنحتاجه النهارده في تحضير وصفتنا حوالي طماطميتين صغيرين، عليهم قرنين فلفل يكون متوسطين الحجم، عليهم بصلة صغيرة، وهنحتاج هنا جزراية مبشورة وشرايح من الليمون، وهنحتاج حوالي معلقة ونص كبيرة من عصير الليمون، عليهم معلقة توم مفروم. وبهاراتنا اللي هنستخدمها النهاردة هي بهارات مشكل سمك، تكون معلقة صغيرة ومعلقة صغيرة من البابريكا ونص معلقة من الكمون والكزبرة الناشفة والفلفل الاسود والملح. وانا هنا مستخدمة السمك المكاريل او السمك الروسي. حضراتكم ممكن تعملوا التتبيلة دي لأي نوع سمك حضراتكم بتحبوه. هنبتدي نحضر التتبيلة. هننزل بالبصل والفلفل والطماطم في الكبة، ونحاول نفرمهم فرم خشن، ما يكونش مفرومة فرم ناعم قوي، زي ما حضراتكم شايفين كده مفرومة فرم خشن. نبتدي نحضر الخلطة بتاعتنا. بننزل بالبصل والفلفل والطماطم اللي ضربنا عملناه كويس في الكبة، وهنحط عليهم جزء من الجزر اللي بشرينه، وهننزل بعصير الليمون وعليه الثوم المفروم، وهننزل بالبهارات كلها اللي مستخدمينها، وهنبتدي نظبط الملح بتاع التتبيلة ونقلب كويس الخلطة، وهننزل عليهم بحوالي 4 معالق كبار من الزيت، ونقلب الخلطة كويس. وهنبتدي هنا نجهز ورق حراري، هنبتدي ندهنه بزيت عشان السمكية ما تلزقش فيه، ونحط السمكية زي ما حضراتكم شايفين كده، ان هنا فتحها من الظهر وغسلها كويس فتحها من الظهر. وزي ما قلت لحضراتكم ممكن تستخدموا اي نوع سمك تاني حضراتكم بتحبوه. وهننزل بالتتبيله هنا ونحطها على السمك، نخلي التتبيله توصل لكل جزء في السمكه، بجد بيبقى طعمها جامد جدا. وننزل عليها بشرايح الليمون وجزء على الوش كده من الجزر، بيديله شكل حلو جدا في النهايه. وهنا حضرت اول سمكه. نبتدي نجهز الصينيه وننزل فيها بالسمكه الاولانيه، ونعمل برضو نفس الخطوات في تحضير السمكه التانية. بندهنها كويس من الزيت ونحطها السمكه عليها عشان ما تلزقش، ونقفل عليها كويس جدا، ونبتدي ننزل بالخلطه اللي جهزناها ونغطي كل جزء في السمكه. بجد خلطه طعمها جامد جدا، يعني تتاكل لوحدها بجد. ننزل بشرايح الليمون وجزء من الجزر اللي بشرينه على الوش، نبتدي نحطها في الصينيه. نبتدي نجهز حوالي كوبايه ميه صغيره، ننزل في قلب الصينيه وندخلها الفرن على نار متوسطه، نغطيها حوالي ربع ساعه، وبعد كده نفتح عليها الشوايه. بجد بيطلع طعمها جامد جدا، يا ريت تجربوه بألف هنا وصحه لقلبكم.